السلام عليكم. عملت معاكم سلسلة ايس كريم ولسه مكملين. هنعمل النهاردة ايس كريم الاوريو وايس كريم الليمون. لو اول مرة تشوفوني انا فتحية السيد، ما تنسوش الاشتراك في القناة ولايك لو عجبكم الفيديو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنعمل الحليب المكثف اللي هنعمل بالايس كريم. معايا كوباية حليب، هحط على نص كوباية سكر، اول ما يغلي ههدي على النار لحد ما يبقى بالقوام ده، لحد ما لونه يتغير ويدي لون مصفر كده. ده قوام الحليب المكثف. نحضر الطبق اللي هنعمل في الوصف. كوباية كريم شانتيه، ننزل عليها بكوبايتين مية ساقعة وكوباية حليب، او ممكن يبقى كله مية عادي او كله حليب عادي. ونضرب بالمضرب الكهربائي او بالمضرب اليد. نضرب لحد الكريم شانتيه ما يتقل معانا. وننزل بالحليب المكثف اللي احنا عملناه في اول الفيديو. هقسم الخليط نصين علشان اعمل نص بالليمون ونص بالاوريو. لو هتعملي كله اوريو او كله ليمون ما تقسميش الخليط. ربع كوباية ليمون منزوع منه البذر، ونضرب المكونات بالمضرب. لون طعام اخضر بتجيبيه من عند العطار او من عند اي حد بتاع مستلزمات حلويات. ممكن تحط لون اصفر. هنزود الليمون شوية سكر كمان او شوية حليب مكثف، لان الليمون بيكون مزز شوية عن اللي بالبسكوت. اللي بالبسكوت بيكون مسكر. نصب الخليط في علبة محكمة الغلق وندخلها الفريزر مدة 6 ساعات او مدة ليلة كاملة. كده نكون جهزنا ايس كريم الليمون. هنعمل بقى ايس كريم الاوريو. معانا حوالي 3 باوكي بسكوت اوريو او اي نوع بسكوت شوكولاتة متوفر عندي. هنكسر البسكوت قطع صغيرة، نجيب كيس بلاستيك ونحط فيه البسكوت ونكسره. هناخد البسكوت ونحطه على الكريم شانتيه ونقلبهم كويس. ونصب خليط الايس كريم في علبة محكمة الغلق. لو ما عندكيش علبة بغطا ممكن نجيب اي علبة ونغطيها بستريتش راب. ونزين الوش بقطع بسكوت.
ده شكل ايس كريم الليمون بعد ما خرج من الفريزر. نحط المعلقة في مية سخنة ونغرف الايس كريم. ايس كريم الاوريو بعد ما خرج من الفريزر. معانا كوباية مية سخنة نحط فيها المعلقة ونغرف الايس كريم. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.